أيوب، بتدخن تاني؟ والله انت بجحية الراجل. يعني ده اذا ابتليتم فاستاتروا. يعني بتدخن ومش خايف على صحتك، وقلنا بخاطرك، انما في عز النهار والناس صايمة وفي اشغالها. افرض الواد المراهق اللي جوه ده شافك، يبقى ايه العمل ساعتها؟ يوه، الاسطوانة المشروخة بتاعت كل رمضان، مش هننتهي من الموضوع ده يا وداد ولا ايه بقى؟ هو انت يعني اهتميت؟ انا حطيت صوابع العشرة منك في الشاي. يا راجل بقى، بدل ما تكون قدوة للعيال تكون انت الشرار لانحرافهم. بقولك ايه يا وداد، قومي شوفي وراك ايه في المطبخ، بلاش خوف. يا وداد، مالك يا ايوب بتنادي كده ليه؟ قضيتني. حلمت بكابوس فظيع أوي يا وداد. خير والله أمك حاله خير. شبح أسود وضخم، لقيته هاكم عليا زي الوحش، مش باين له ملامح، خير النحاك عملاق. فجأة لقيته بيشيلني ويمرجعني يمين وشمال، وأنا عمال أنادي على الواد تيمور، لحد ما راح رافعني فوق في السما وهبت على الأرض، وبرجله على رقبتي ويقول لي دي نهايتك يا عم أيوب. وكان طالع منه دخان كتير مع محيني عن رؤيته حتى. يا لهوي يا ايوب، ديت باينة زي عين الشاب. ايه اللي باينه؟ الحلم اللي حكيته ده هو رسالة تحذير من ربنا، إن السجاير اللي عمال تدخنها طول اليوم وفي نهار رمضان ديت هتخلي حياتك سواد وهتقضي عليه. وكونك تنادي على تيمور بالذات يعني هتجر حفيدك في رجليك، فالحق نفسك يا أخويا وبلاش عين. الله، عندك حق يا وداد، اللهم إني شهدت وأطعت